السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار صالحي. قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين يدخل حيز التنفيذ. تبعات هذا القانون: المستفيد والمتضرر بعد تطبيق هذا القانون. هل سيهدد القانون السلم المجتمعي في محافظة كركوك؟ قرية شناغة وما حدث في قرية شناغة وتداعيات ما حصل فيها، كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو. الدكتور جواد الجنابي عضو مجلس محافظة كركوك السابق، حياك الله واهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لتلبية الدعوة. ايضا السيد محمد امين ممثل فلاحين الكرد في محافظة كركوك، حياك الله سيد محمد واهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. خليني ابدو وياك سيد محمد على إعادة العقارات أو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، وشفنا تداعيات اللي حصل، وحضرتك أصبحت بالصورة واليوم الحدث والصورة اللي صارت واللي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام اللي حصل في قرية شناغة. قبل لا نجي على أحداث قرية شناغة واللي حضرتك كنت بطل الرواية بها، خلينا نرجع على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين وتبعات هذا القانون، وهل من الممكن تطبيقه بسهولة بدون ردود أفعال على أرض الواقع؟ شكرا لك أستاذ عمار، وشكرا لمشاهدينا الكرام مشاهدي قناتنا الكريمة، ومرحبا بالدكتور العزيز. إن شاء الله يكون البرنامج في أحسن صورة حتى نوضح للمشاهدين الكرام ماهية القانون وأهمية نعم. القانون. حقيقة القانون رقم 3 قانون صدر من البرلمان، قانون إلغاء قرارات إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وهو إلغاء لقرارات 12 قرار صدر في زمن النظام البائد، تبدي من القرار رقم 369 سنة 75 ولغاية تقريبا بالأواسط الثمانينات. يشمل القانون هو إلغاء ل 12 قرار. هذه القرارات صدرت ظلما وإجحافا بحق الفلاحين والمواطنين الكرد والتركمان في مناطق مختلفة داخل محافظة كركوك، وهو مصادرة واستملاك أراضيهم عنوة وجزافا وبدون يعني تطبيق حتى القانون قانون يعني الذي صادرت يعني بضمنه عليه كل هذا الإجحاف وكل هذا الظلم بقى لمدة تقريبا ما يقارب 50 سنة على هذا أصحاب الملاكين والفلاحين في هذه المناطق. هذا القانون سيعيد الحقوق والاستحقاقات إلى أصحابها الأصليين، ما يكون سواء يكون في أي مكون، سواء يكون كردي تركماني عربي، لأن في بعض المناطق من كل يعني صدرت الاستملاك وهذه القرارات بحق كل المكونات. عليه القانون نعم. هو يعيد الحق إلى أصحابه الأصليين في كل المكونات. نعم. نعم. بس أكمل النقطة الثانية، وفيها يعني تعويض للمتضرر من تطبيق هذا القانون. يعني القانون لو طبق بشكل سليم وبشكل حسب ما هو مضمون به، إن شاء الله سيعيد الحق لكل حق ولن يضر به أحد، لأن الكل يأخذ استحقاقاته، سواء يكون الملاكين الأصليين اللي هم سيحفون بأراضيهم الذي استولد عليه ظلما يعني وعنوة ما يقارب من 50 سنة، وسيعوض المتضرر من هذا القانون اللي هو من أصحاب الأخوة الفلاحين المتعاقدين. نعم، إذن سوف يعوض المتضرر من هذا القانون وتعود الأراضي إلى أصحابها الشرعيين. في نقطة قد يجهلها البعض سيد محمد، هل يشمل جميع الأراضي حتى من ضمنها الأراضي مثلا قد تكون بعض الأراضي أصبحت مناطق سكنية، بعض الأراضي قد تكون فيها دوائر دولة، بعض الأراضي فيها قد تكون مشاريع نفطية؟ وضح لنا هذه الحيثية، أي أراضي؟ نعم، القانون فيها 4 مواد.
نعم. المادة الثانية فيها الاستثناءات اللي حسب هذه الاستثناءات يعني تستثنى من المادة الأولى اللي هو إعادة العقارات إلى أصحابها ما يلي: الذين استلموا التعويضات، أو الثاني الذين مثلا الذي استولد عليه وأصبحت نفع عام، مثلا صارت عليها مشاريع نفع عام، مثلا سايلو أو مشروع نفطي أو مشروع مثلا سكني، المهم يكون نفع عام. هذا صراحة يعني احنا ما نقول مثلا تزال السايلو أو تزال الشركة النفطية أو تزال المعسكر الفلاني، إلا عليه هو حسب القانون بها الذي هو يعني هسه مشمول للصالح العام، أو هذا ما يرجع، بس لازم يعوض أصحابه الأصليين. نعم. وفيها استثناءات أيضا، لأن هناك بعض الجداول بها، اكو بعض القطع وبعض الاماكن، لان هو تابع هسه صار لوزاره النفط، فحسب هذا الجدولين اللي يعني ويا القرار ما يعني موجود، هذا العقارات لا يرجع وانما يبقى، لانه هذا هسه مستعمل للنفع العام. النفع العام شيء خاص، شيء عام يستفاد منه كل، تستثنى من هذا، ولكن يعوض أصحابها الملاكين. نعم، أصحاب الأرض الشرعية. نعم. خلينا ننتقل للدكتور جواد. حياك الله دكتور جواد. دكتور، أراضي سوف تسترجع إلى أصحابها الشرعيين وفق قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين. في هذه العقارات وفي هذه الأراضي الزراعية هناك ناس أصبحوا ساكنيها لمدة 50 سنة، جد وابن وحفيد. هل من السهولة إخراج تلك العوائل؟ كيف سيتم التواصل؟ هل ممكن أن نشهد تهديد للسلم المجتمعي في مثل هكذا قوانين تخص الأراضي الزراعية في محافظة كركوك؟ قبل كل شيء طبعا أرحب بضيفك أستاذ محمد أمين، ممثل الفلاحين الكرد في كركوك، وكذلك قناتكم الكريمة. حياك الله. الحقيقة القانون اللي أصدر فيما يخص إعادة العقارات هو ممثلي الشعب صادقوا عليه وقروه. نعم. أعضاء البرلمان عندنا من كركوك وكل العراق، فهذا القانون تتحمل مسؤوليته الحكومة، هي اللي أقرته. وهذا أنا برأيي، يعني أنا كمواطن كركوكي يعني وكنت عضو مجلس محافظة، الحقيقة هذا القرار المفروض كان بعد 2003 المفروض كان يصدر هذا القرار إعادة الحق إلى أصحابه، لكن نحن في ظل القانون وفي ظل حكومة ديمقراطية ودستور، والآن القانون صدر في هذا الوقت. طبعا عندما صدر هذا القانون، لا أعتقد أن الحكومة عندما صدرت هذا القانون أنها غفلت أو استثنت موضوع تعويضات الفلاحين اللي هم من العرب اللي كانوا مثل الدولة سلمتهم هذه الأراضي أو العقارات. فأعتقد مثل ما قال الأستاذ محمد هناك تعويض لهذه العوائل. طبعا احنا القانون صدر والممثلين في البرلمان اقروا هذا القانون وصادقوا عليه والحكومه، فما اعتقد راح يصير هناك فيما يخص ازمه سياسيه او كذا، لكن من المهم ان يكون هناك توضيح بان الفلاحين اللي كانوا يشغلون هذه الاراضي سوف يتم تعويضهم اما بمبالغ ماليه او اراضي اخرى دولعتها. نعم. فما أعتقد أن الدولة عندما صدرت هذا القانون رايح تتغافل عن حقوق هؤلاء الناس الذين سوف يتضررون بعد إعادة هذه العقارات إلى أصحابها الأصليين. نعم. ونحن طبعا الحقيقة مع هذا القرار، حتى لأن احنا في كركوك يعني كمحافظة تعاني فيما يخص الاستثمارات أو المشاريع بسبب النزاعات الملكية الموجودة في هذه المحافظة. فهذا القرار الحقيقة سوف يساعد وينهي هذه المشاكل فيما يخص النزاعات الملكية، ويبدأ الاستثمار ويبدأ كذلك المشاريع. نعم. كعضو مجلس محافظة سابق، شكلت عندكم مشكلة الأراضي الزراعية أو النزاعات الملكية في محافظة كركوك بكثير أو إبطاء أو إلغاء كثير من المشاريع في محافظة كركوك نتيجة حيثية مشكلة الأراضي الزراعية؟ نعم. يعني عندك هسه مثلا
توزيع الأراضي إلى نعم. مثلا المواطنين المستفيدين مثلا من عوائل الشهداء أو الموظفين أو كافة أبناء كركوك. يعني لا توجد أراضي لأن هناك نزاعات ملكية على هذه الأراضي. هسه هذا الملف بعد صدور هذا القرار راح ينتهي، فتبدأ المحافظة فيما يخص مشاريعها وكذلك المشاريع الاستثمارية والخدمية وكذلك توزيع الأراضي على أبناء كركوك. يعني هذا القرار نعم هو في عوائل سوف تتضرر مثل ما قلنا، لكن هناك تعويض لهم، أما يكون تعويض مادي أو أعطاهم أراضي أخرى في أماكن أخرى لهم مثل ما حصل. ما أعتقد يكون هناك متضررين. أضيف للأستاذ يعني المادة الثالثة مخصصة للتعويضات. والتعويضات مثلا اللي هو يعني جاي من خارج محافظة كركوك سيعطي له قطعة أرض زراعية في أماكنها الأصلية. الذي هو من سكنة كركوك سيعطي له قطعة أرض زراعية داخل المحافظة، بس يكون ما يكون من هذا المناطق المتنازع عليها. والمشيدات والمزروعات اللي كانوا عليها اللي هو مثلا هم مضمون بأحد الفقرات هم سيحصلون على كافة تعويضاتهم، وسيحصلون على المبالغ التعويضية المادية إن لم يكن هناك أي قطع زراعي. يعني حقيقة القانون قانون عدل وقانون عادل، وصدرت لغرض استحقاق الكل يأخذ مجراه، الكل يأخذ استحقاقه. نعم دكتور. نعم قبلها اليوم أغلب المواطنين ما عندها ثقة بمسألة التعويض من قبل الدولة، خاصة الدولة اليوم تقول لك بدها تمر بأزمة مالية وعجز مالي. أنا اليوم أنت تريد راح تأخذ مني الأرض، بالتالي تقول لي راح أعوضك مقابلها، راح تروح الأرض والتعويض سنين يجوزان ما تعوض. أنا أعتقد أن الدولة عندما أصدرت هذا القرار نعم. هي أمام مسؤولية. يعني هؤلاء الناس عندما يتم إرجاع هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين أصحاب الأملاك هذه، أعتقد هؤلاء سوف يتم تعويضهم. يعني الدولة ما سوف تتحمل مسؤولية كبيرة لأن راح يجي هناك مشاكل إذا لم يتم تعويض هؤلاء الفلاحين الذين كانوا يملكون هذه الأراضي بهذه الفترة الزمنية اللي مرت، والآن حسب هذا القانون سوف تعاد إلى أصحاب الأصليين. فالدولة عندما أصدرت هذا القانون هي ملزمة أن تعوض هؤلاء الفلاحين حسب ما تحدث زميلي أستاذ محمد، حسب مناطقهم اللي جاي مثلا من غير محافظة أو من أهالي كركوك. هناك أراضي الدولة ممكن تعوضهم أو يأخذ مبلغ مالي مجزي يعني حول هذا الموضوع. يعني الدولة هي مسؤولة أمام الشعب فيما يخص تطبيق هذا القانون وكذلك تعويض هؤلاء الفلاحين الذين سيفقدون أراضيهم. نعم. خلينا ننتقل لسيد محمد. سيد محمد، تحديدا ما حدث في قرية شناغة وهو الحدث اللي أبرز اللي صار، شنو تبعاته؟ شلون صار الحدث؟ احكي لنا شنو صار التماس مع أحد قوات الجيش العراقي؟ تفضل أستاذ. قبل الإجابة على هذا أريد أكد على مسألة التعويضات. نعم. المشروع أولا قدمت من قبل مجلس الوزراء، يعني قبل أن تصدر قانون بالبرلمان، يعني كان مسودة المشروع اتفقت عليها بالمجلس الوزراء، وهذا المسودة بالتأكيد ناقشوها ويعرفون جيدا التبعات المالية. يعني عندما تصدر القانون عليه مجلس الوزراء كفيلة ب مثلا ضمانات وتضمين التعويضات المادية لهؤلاء الأخوة. هذا واحد. وثانيا القانون عندما صدر مثل ما قلت تضمن به الفقرة الثالثة، يعني بالقانون تضمنت البند الثالث، هو المادة الثالثة يتضمن هو نوعية التعويضات اللي يستحقها هذا. يعني عندما هذا القانون سيحال إلى مجلس الوزراء لتنفيذه ملزم به التعويضات والتبعات المالية نعم لمجلس الوزراء. فيما يخص هذا الحادثة اللي صارت بقرية شناغ، للأسف قبل كل شيء صراحة تدخل الجيش بهذه المواضيع يعني بها حساسية أكثر من لازم، وهذا ما نحن حذرنا منه بأكثر من مناسبة. ولكن للأسف أكو بعض الأفراد يعني وأكو بعض يعني العقليات داخل الجيش العراقي
يعني يتصرفون بتصرفات غير لائقة لا بالجيش ولا بالإنسانية ولا بالتعامل بين المواطنين ولا بالتعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين. احنا مثل ما قلت هذا الأراضي أراضينا، قرانا، واستولت عليها النظام البعثي في أواسط السبعينات. يعني هذا احنا يعني انتظرنا اكثر من 28 سنه على ما سقط النظام. جنابك من رحت للارض هو القانون كان داخل حيز التنفيذ؟ نعم. يعني مثلا الاسئله أجيك اللي تجي. نعم. أجيك على هذا. يعني شلون احنا انتظرنا على ما سقط النظام، ومثل ما قال الدكتور يعني المفروض كان هذا القرار يصدر ب 2003 2004 ببدايه سقوط النظام، لان هذا استحقاقات الناس وظلم بها اكثر من يعني ظلما واجحافا بشكل يعني لا يقبل به لا التعاريف الدينيه ولا التعريف الاخلاقي ولا التعريف يعني اي قانونيه باي شيء. هذا ما مقبول عليه. احنا انتظرنا بلكي مثلا يسقط النظام ويتغير النظام ويصدر الدستور الجديد ويتضمن بها الماده 140 لحلحله هذا الموضوع. ولكن للاسف الدوله العراقيه والمجلس الوزراء العراقي والمسؤولين العراقيين يعني صراحة ما رادوا ينفذون هذا القانون وما رادوا يعيدون هذا الاستحقاق. هذا كل هذا المشاكل اللي حدثت من وراء سقوط النظام، وخاصة تطورت هذا من وراء 2017، كل هذا المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء العراقي والحكومة العراقية. احنا انتظرنا على ما صدر القرار مثل ما قلت قانون رقم 3 اللي هو صدر بها 21/1، وانتظرنا الى ان صارت هاي الاشكاليه اللي مثلا اشتكى عليها بعض من النواب. نعم. محكمه التمييز والمحكمه الاتحاديه، وعلى ما صدر يعني رد الدعوه بالمحكمه الاتحاديه. وانتظرنا على ما فخامه الرئيس الجمهوري هو يوقع على حتى يدخل حيز. كل هذا انتظرنا حتى بس لا يصير المشاكل. ولكن مع توقيع فخامة الرئيس أصبحت هذا القانون داخل حيز التنفيذ. نعم. عليه يعني قلنا احنا ما بقى شيء حتى مثلا هذا أراضينا والوقت متأخر حتى احنا نزرع. عليه ودينا جراراتنا حتى بس نزرعه. رأينا الجيش بهذا المنطقة كلها يكوم علينا بشكل كل جرارة، يعني مثل ما شفتوا بالصورة كل جرارة يحجزها همرين، واحد من قدام واحد حتى نفتهم الحيثيات. هاي الأراضي هي أراضيكم من ضمن المسترجع ضمن القانون، مشمولة بهذا القانون، مشمولة بالقانون. هاي الأراضي منو بيها هسه احنا بيها بس ممنوعين أن يعني هي هاي الأراضي ماكو بيها فلاحين مزارعين كانوا مستولين عليها؟ لا ماكو. إذن هي أراضي فارغة. قرية شناغة من 2003 من راحوا، يعني من احنا رجعنا هم راحوا. نعم. واحنا بعدنا من 2003 احنا اللي مستغلينه، واحنا اللي مثلا كل سنه نزرعوا هذا. طيب بس هاي السنه يعني نعم بس هاي السنه من الشهر الخامس 2014 بقرار من قياده العمليات الكركوك احنا ممنوعين ان نزرعوا على ما يصدر القرار. زين في هاي السنه. نعم في هاي السنه. لكن هي مو يم غير فلاحين، لا اصلا يمكم من 2003 هو يمنا. نعم. واحنا نستغلها واحنا كل سنه نزرعها. بس مثل ما قلت من الشهر الخامس 2014 قياده عمليات الكركوك يصدر اوامر بانه ممنوع عليها زراعه هذه الاراضي. فاحنا قلنا يعني هم مو مشكله بقى خليه يصدر القانون ويدخل حيز التنفيذ. وقفنا كل هذا من وقع عليها فخامة رئيس الجمهورية. احنا ودينا جراراتنا حتى بلكن مثلا نستغله. وانا واحد الفلاحين اللي يعني مأجر هذا القاع اللي نعم. هذا ودينا جراراتنا حتى مثلا شو الهمرات والجيش كله مثلا يعني اجوا علينا وبشكل صراحة يعني مو مبرر، هذا يعني بشكل غير قانوني بشكل عشوائي واستفزونا اكثر من. بس انا يعني كفلاح وكممثل الفلاحين حاولت ان اهدئ الامور حتى بس ما يحصل الحوار اللي دار بينك وبين جندي الجيش العراقي. هذا شوف مثل ما قلت هم كل جرارة حجزوا بها
همرين، يعني واحد من قدام وواحد من هذا. احنا قلنا مو مشكله، يعني بلكي مثلا تمشي الامور على هذا، بلكي مثلا يعني ما يصير مشاكل. بس شفنا واحد من الجنود جاي يصعد على الجرار مالتنا وياخذها بدون ما احنا نعرف وين يوديها. يعني مثل ما يقول يريد ياخذها له، يريد يخطفها، يريد يوديها لغير مكان، غير تسال الفلاح، تسال اهل صاحب الجراء، انا راح اوديها لهناك. هذا يعني بدون راس. قالوا كاك محمد هذا جاي ياخذوها الجرار. قلت شلون ياخذها؟ قال والله جاي ياخذوها. فانا رحت يعني اقول له انت وين تاخذه يا اخي؟ يعني هذا الجرار له صاحب، له ناس، له حق. يعني هذاك الجندي يعني الله يهديه، نزل وهذا، وانا صعدت بس يعني اجيب الجرار الغير مكان حتى ما يصير مشاكل. شفت هذا الجندي مثل ما شفتوه بالصوره، وهذا وانا كنت صراحه كان 8 ايام مريض صدقوني. من وصلت هناك انا وصلت متاخر لان انا كنت مريض. حتى هذا اللفاف اللي كان يعني حول ركبتي كان يعني من اللي انا كنت بردان. فاشو هذا بكل قوته جاي يسحبه بشكل يريد هم ينزلني، هم ياخذ التراكتر، هم يعني اذاني بشكل يعني صارت خطر على حياتي صراحه من كذا. نفس الشخص اللي كان ماخذه بالبدايه لو؟ لا مو نفس الشخص، يعني غير شيء، لان هذاك مثل ما قلنا الله يهديه كان نزل من انا وصلت لهناك. انا صعدت بس يعني اجيبه اشوف هذا اجى من غير، يعني انا ما شفته الى ان هذا ويسبني، يسب العشيره، يسب المله، يسب الاكراد، يسب يعني ما بقى شيء. اللفظ مو زين، ويعني حشاك يصدر من هذا. يعني والله انا هو كان من يتلفظ بها انا استحي من نفسي بهذا العمر، وهذا يعني هي شيء يغلط ويا هذا. يعني جاي مثلا يكمش اللفافه ومخلي الايد يعني رجله بالجراره، يعني حاله غير متوقعه من احد افراد الجيش. نعم، خلينا نشوف تعقيب دكتور اجواد ونرجع للحادثه. دكتور اجواد، الجيش كان متواجد في هذه المنطقة، هل هي من ضمن صلاحيات الجيش أو قيادة العمليات تطبيق هكذا أمور، أو تعقيبك على هذه الحادثة؟ احنا نعرف أنه القانون عندما يصدر يتم تطبيقه من الجهات المسؤولة. نعم. يعني احنا دائرة الزراعة موجودة في كركوك، صدر القرار، ممكن هي تقوم بتبليغ طبعا وقيادة. أنا أشوف الجيش، يعني الجيش العراقي هو مهمته الدفاع عن أبناء العراق عامة وكركوك خاصة، وهو هذا الموضوع التدخل. أنا أعتقد هذا التدخل اللي صار من بعض الأفراد من الجيش العراقي لا يمثل الجيش العراقي. يعني احنا نعرف الجيش العراقي مهمته الوطنية دفاع عن العراق وابناء العراق، ولكن هؤلاء الناس اللي تدخلوا، أنا اللي شفت حسب اعتقادي الشخصي وتقديري للموقف أنه هذول تدخلوا تصرف فردي أو لديهم علاقة، أنه مثلا هاي القانون عندما صدر هم من المشمولين بهذا القرار، وقد يكونون هم أفراد أحد الجيش يعني. وإحنا نرفض هذه التصرفات الحقيقة الفردية اللي هي غير مسؤولة، ولا الجيش العراقي يعني يتحمل مسؤوليتها، لأن هم أفراد يمثلون نفسهم ولا يمثلون الجيش العراقي. وأعتقد أن الجهات المعنية في وزارة الدفاع وقيادة عمليات يجب أن تحاسب هؤلاء الذين تصرفوا هذا التصرف، لأن أبناء كركوك في كركوك من كل القوميات الموجودة المكونات هم أبناء هذه المحافظة، وهم مهمتهم الحفاظ على أرواح أبناء كركوك وأمنهم والسلم الوطني في كركوك، وكذلك حماية هؤلاء الفلاحين، وكذلك حماية القانون الذي صدر والجهات المعنية في تنفيذه. يعني احنا موجود دائرة الزراعة هي المعنية بتنفيذ هذا القرار. هل هناك تنسيق في مثل هكذا قوانين، يكون تنسيق ما بين الدوائر المعنية وما بين مجلس المحافظة؟ المفروض مجلس المحافظة وإدارة المحافظة على عاتقها يقع بالتنسيق مع دائرة الزراعة وكذلك جهات السلطات الأمنية الموجودة بتنفيذ هذا القرار، لأن هذا القرار هو صدر بعد من الحكومة تنفيذ على هذه الجهات. مجلس المحافظة باعتباره ممثل الشعب، وإدارة كركوك باعتبارها الجهة التنفيذية، فهم المفروض على عاتقهم يقع تنفيذ هذا القرار
بالتنسيق مع الدوائر المعنية، دائرة الزراعة وكذلك الجهات الأمنية لتنفيذ هذا القرار حتى لا نقع في هذه المشاكل. وأنا أعيد وأكرر أن هؤلاء الذين قاموا بهذا التصرف في قرية شناقة من الجيش العراقي هم لا يمثلون الجيش العراقي، تصرفات فردية وهم مسؤولين عن هذه التصرفات. والجيش العراقي انتم تعرفون جيش شكل بعد 2003 وجيش وطني وخدم كل ابناء كركوك، وكان له دور كثير في الدفاع عن ابناء كركوك والعراق كله، يعني في صفحة داعش وغيرها. فنحن لا نريد ان نحمل الجيش مسؤولية هؤلاء، لكن على الجيش او على الجهة المعنية قيادة عمليات ووزارة الدفاع ان تحاسب هؤلاء لانهم قاموا بتصرف غير اخلاقي وغير قانوني، ويجب محاسبتهم لانهم في هذه التصرفات سوف يؤثرون على السلم والامن في محافظه كركوك وعلى العلاقات بين مكونات كركوك. فنحن بدل ما هم يساعدون على تنفيذ هذه القرارات والحفاظ على السلم الأمني في كركوك، يقوم هؤلاء الأفراد الذين أنا أقول هم غير محسوبين على الجيش العراقي، لأنه الجيش العراقي جيش وطني وجيش يتحرك ضمن القانون ضمن وزارة الدفاع والحكومة العراقية. فأنا أعتقد سوف يحاسبون هؤلاء الذين قاموا بهذا التصرف اللامسؤول. أستاذ عمار، بس إضافة لكلام الدكتور أريد أضيف نقطة واحدة، اللي هو صراحة هاي التدخل الجيش إلى خلفية من 2017. من 2017 للأسف المحافظ بالوكالة السابق هو المسؤول الأول بتدخل الجيش وتحفيز الجيش وإرسالهم الكتب حتى يتدخلون الجيش. المفروض الجيش ما يتدخل بهاي القضايا، هناك الشرطة المحلية، هناك الدوائر القضائية، هناك الإدارة المحلية، الناحية، الزراعة، هم الكفيلين بمعالجة هذه المواضيع. ولكن للأسف راكان الجبوري المحافظ بالوكالة سابقا هو اللي كان يحاول التسيس بهذا ويحاول إدخال الجيش في هاي النزاعات اللي يعرف جيدا انه هذا بها راح يصير بها هاي الحساسيات. واحنا من 2017 للاسف نعاني من تدخل الجيش بهاي المواضيع، وياما قبضوا على فلاحين وحجزوا الجرارات بسرقران. من 2017 لحد هاي الحادثة ما مر ولا أسبوع إلا وقبض فلاحين واستولد على جراراتهم وحجزت يعني الفلاحين ويحولونها لغير أماكن ويأخذوها يعني يأخذوها ويخليها بالهمر. أصلا هذا بدون قرار قضائي. نعم. هذا تنحسب هذا. نعم يعني مثل ما أقول اختطاف صراحة. نعم استاذ محمد، حتى يكون احنا كل الجهات نحاول ان نوصل افكارها حتى يكون اكو توازن داخل البرنامج. ما ممكن الطرف الاخر يتهم بانه انتم من قمتوا بتلك الاعمال الاستفزازيه، فبالتالي اعمالكم استفزازيه هي اللي سوت هاي ردود الافعال. للاسف احنا هذا اراضينا. نعم. احنا شلون نستفز الجيش؟ والجيش مسلح واحنا مواطنين سالمين وما بينا جيش. وانت تعرف انا عمري تقريبا جاي قارب من 60 سنه، واحد من هذا والله ومريض مثل ما قلت، انا استفز الجيش؟ اوفق من هذا اللحظه، اوفق من هذا اللحظه. احنا جاي نعاني من 2017 مثل ما قلت، كل يوم كل اسبوع ما مر ولا اسبوع الا وحجزت واستولد يعني هسه احنا ممنوعين من الزراعه. الجيش شو يسوي؟ الجيش هسه بدل ما مثل ما قال الدكتور يحافظ علينا ويحارب الداعش، هسه موزعه بين القرى، حتى لان مسؤوليته صارت هو هذا الفلاح لازم تراكتوره ما يطلع، هذا الفلاح لازم البيرو ما يشتغل، هذا الفلاح لازم ما يشتغل على القاع. هو هذا مسؤولية الجيش منطقة سرقران للأسف. نعم. هل سوف تعاود الزراعة والحياة الطبيعية في قرية جناغة وأيضا باقي القرى في ضوء صدور قانون إعادة العقارات؟ قبل تنفيذ هذا راح يرجع، واحنا راح نشتغل على أراضينا، لأن وراء تداعيات هاي الحادثة معالي دولة رئيس الوزراء أرسلت لجنة، أرسلت في الحقيقة لجنتين. اللجنة
تحقيقية عسكرية لغرض مثلا الحثيثيات، لغرض معرفة حثيثيات الحادث من وجهة النظر العسكرية، ومحاسبة يعني المسؤولين عن هذا الحادث، ولجنة حكومية برئاسة الدكتور زياد اللي هو وكيل وزير العدل لغرض حلحلة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة. التقيتوا بهم؟ واحنا التقينا بها بحضور الأستاذ الكريم مستر ربوار طه، اللي نشكره كل الشكر والتقدير، اللي كان صراحة له دور كبير في استباب الأمن وفي حفظ الأمن وفي محاولة تهدئة الأوضاع بهذه المنطقة. التقينا به وقدمنا يعني شكوانا، وقدمنا التوصيات اللي مطالبنا يعني، ومشكورا هم كلهم وافقوا على هذا، ونحن منتظرين أن ترسل هذه المطالبنا وليكون كتوصيات ويوقع عليها السيد نعم، ونتائج عليه. نعم. احنا مثلا هذا يمكن تنفيذ القانون يحتاج وقت، ولكننا مستعجلين جدا. نحن هسه بانتظار ارسال هذا التوصيات لكي تصدر كقرارات وتسمح لنا بزراعة أراضينا وحقولنا. نعم دكتور جواد، ممكن نخلي لجان تنسيقية؟ ممكن احنا حتى لن تتكرر حالة أو ما حدث في قرية شناغة، ممكن أن نسوي مؤتمر عشائري ما بين العشائر لتجنب هكذا حوادث؟ ممكن أن تطلق مبادرات من قبل المسؤولين أو الجهات المعنية لكي نقطع مثل هكذا أمور؟ الحقيقة طبعا أول شيء احنا كنا في مجلس محافظة كركوك. نعم. كان لدينا لجنة تنسيقية. نعم. لجنة تنسيقية تضم من كل الأطراف المشارك في المجلس، من العرب، من نعم، ممثلي القوميات المكونات. نعم. فكان أي موضوع هاي اللجنة التنسيقية تناقشه وتصل إلى قرار، ثم نذهب إلى المجلس حتى يتم اتخاذ القرار. فالمفروض مجلس المحافظة يشكل لجنة تنسيقية الآن. لجنة تنسيقية هذه مهمتها فيما يخص كل المشاكل السياسية والخدمية والأمنية والزراعية والصحية للغرض هذا. اثنين، احنا طبعا الحقيقة دور العشائر في محافظة كركوك كان دور كبير منذ 2003 واليوم هذا. نعم. الحقيقة ما تقوم به عشائر كركوك، أنا لا أريد أقول العرب أو التركمان، لكن أقول عشائر كركوك كلها، قاموا بدور إيجابي وبناء من أجل حلحلة كل المشاكل الموجودة، كان نزاع عشائري أو سياسي أو غير ذلك. والحقيقة كان لهم دور كبير في موضوع تحقيق السلم الأمني في محافظة كركوك، والمشهود لهم حل كثير من المشاكل التي كان القانون لا يستطيع أن يحلها أو السياسي لا يستطيعون. فأعتقد أن العشائر دور كبير، ويجب أن يعطى لهم فرصة ودور لهؤلاء يعني العشائر في كركوك لحل هذه. وإحنا لدينا مجلس تحكيم العشائر في كركوك ويضم كل النخب من محافظة كركوك. وكذلك أنا مع أنه يعقد مؤتمر خلال هذه الأيام حتى تجمع كل الأطراف، وضروري جدا هذا المؤتمر مديرية العشائر والعشائر تقوم به، وكذلك مجلس المحافظة أن يشكل هذه اللجنة التنسيقية، وكذلك يكون على تواصل مع جميع الجهات اللي صدر القرار في حق مثلا أصحاب الأراضي الأصلية أو المتضررين. يجب أن يكون هناك تواصل لتوضيح هذا القانون وما جاء فيه من موضوع إعادة هذه الأراضي أو موضوع تعويض هذه العوائل المتضررة. نعم، ارسال رئيس الوزراء الى لجنه برئاسه الدكتور زياد وكيل الوزاره، وايضا هناك لجنه تحقيقيه، ومثل هكذا امور لها صدى في بغداد. شلون شفت تدخل رئيس الوزراء في هذه الحقيقه؟ نعم. هو تدخل طبيعي، وهذا انه نعم. هو كمسؤول اول في العراق، ولكن الموضوع لا يحتاج الى لجنه. نعم. أفراد من الجيش العراقي أساءوا إلى مواطنين من كركوك، وهؤلاء المواطنين مو من خارج العراق حتى يتم الإساءة إليهم،
ناس من أهل كركوك بأرضهم ومنطقتهم، فيجب محاسبتهم. قيادة العمليات هي اللي موجودة يعني في كركوك، أو وزير الدفاع كجهة. يعني أنت تعرف موضوع اللجان، إحنا نعرفه عندما يتم تشكيل لجنة هو موضوع تمييع الموضوع كله. يعني اللجنة ماذا قدمت؟ احنا نعرف اللجان كثيرة تشكل بالعراق أو بالمحافظات، احنا كمجلس محافظة عندما تشكل لجنة أو تلاحظون اللجان الدولية التي تحصل فيما يخص النزاعات الموجودة، فاحنا موجود هم جهة مرتبطين بها قيادة عمليات. قائد عمليات ممكن يحاسبهم، تعال انت شو دخلك اخي؟ افراد انا تابعين عائلتي، انا اليوم عائلتي احد افراد عائلتي يتجاوز على مواطن انا المفروض اتصرف معه، او مثلا وزير الدفاع. يعني هم القانون صدر، القانون هذا هم ضد القانون يعني يشتغلون. هم مهمتهم مو مهمتهم هاي، مهمتهم هم حماية المواطنين من اهالي كركوك والعراق، مهمتهم وطنية والحفاظ على السلم الامني في كركوك. يعني الجيش العراقي جيش يعني وطني قام بجهود كبيره، انا لا اريد ان اعيد مره اخرى. نعم. وله بطولات وكان دور كبير في صفحه داعش وغيرها، لكن هؤلاء الافراد يسيئون الى الجيش العراقي بتاريخه. نعم. يعني هؤلاء يتصرفون مثل ما كان يتصرف الجيش العراقي في أيام النظام السابق، عندما كان لا يفرق بين ابناء الشعب العراقي، يعني تصرفات كانت هم فرديه. نعم، خلينا نشوف، نرجع لرأي أستاذ محمد أمين. بس أريد نعرف شلون انتهت قضية قرية شناغة أو الحادثة، شلون خلصت الحادثة بعد ما قام، يعني كانت هناك مشادة بين حضرتك وبين الجندي، شلون انتهت؟ انتهت بأنه تدخل بها الأستاذ ريبوار طه محافظ كركوك، وتواصلت ويا الدكتور خالد شواني وزير العدل، وتواصلوا مع السيد معالي دولة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، وأرسلوا هذا اللجنة. احنا قدمنا مثل ما قلت مطالبنا. فهم يعني قالوا احنا راح سنصدر التعليمات الضروريه حسب التوصيات، حسب المطالبكم باسرع وقت. عليه نحن متواجدين هناك ومنتظرين قرارات وتعليمات دولة رئيس الوزراء بشأن هذا الموضوع. ونشكر جهود كل الأخوة، خاصة الأستاذ ريبوار طه والدكتور خالد شواني والدكتور أحمد فتلاوي رئيس هيئة التنسيقية، وكل الشكر لدولة رئيس الوزراء الذي نحن بانتظار تعليماته. أريد يعني أضيف شيء واحد، هل تنفيذ هذا القانون سيحدث بها مشاكل أم لا؟ أنا مطمئن أنه لن يصير بها أي مشاكل، استنادا إلى أولا من خلال تطبيق قرار المجلس الوزراء 29 العام الماضي، ألغيت أكثر من 3000 عقد من الأخوة حسب تنفيذ هذا من مجمل ايش قد سيد من محمد؟ مجمل تقريبا بال6000 عقد هو موجود يعني تقريبا قبل هذا القانون هو نصف الأمور محلولة، نصف الأمور حسب قرار اللي هو على الأراضي المطفية، يعني هذا القانون يشمل الأراضي المستملكة. مثل ما قلنا العام الماضي صدر هذا، يعني جاء حيز التنفيذ بقرار من رئيس لجنة العليا للتنفيذ مادة 140 الحاج هذا العامري، وألغيت 3000 عقد ولم يحدث أي. أنت سمعت بهذا؟ صار مشاكل عليه. حتى هذا يشمل أقل من 3000 عقد، تقريبا بال 1500 عقد 2000 عقد هذا يشمل بها. ومثل ما قلت القانون بها تضمنت المادة الثالثة بها نوعية التعويضات اللي ونوعية سيحصلون عليها، ونوعية الأرض يعني والأماكن الذي سيحصلون عليها. وثالثا الكل لازم يعرف أنه هذا استحقاق، إرجاع الحق لأصحابها الأصليين، فيها من الكرد، فيها من التركمان، فيها من العرب، يعني ليس ظلما لأحد، وستحصل والمتضرر على التعويضات المناسبة له. عليه إذا ليس العدد يعني كما أوصفه البعض بأنه سوف بالعكس كل الذين 300,000 عائلة متضررة، بالعكس كل هذا كله بهتان، وهذا كله مثلا لأن عندنا صراحة أنا أشوف أنه راح يصير انتخابات بالشهر العاشر. كل هذا مجموعة من السياسيين يريدون يستغلون الفلاحين البسطاء اللي مثلا شملهم التعويض هذا، يريدون يستغلونها. وأكد على شيء ثاني، أنه كل هذا المسؤولين وأعضاء البرلمان قدامنا
هم راضين ويقولون احنا ويا التعويض ويا ارجاع الحق هذا، بس قدامهم وعلى الاعلام يحجون غير حكي. للاسف ممكن سوف اعود لك بس خلي اخذ الحيثيه الاخيره من استاذ محمد. ممكن ان يتم تنسيق ما بين الفلاح الكردي اللي رجعت له ارضه مع الفلاح العربي او الوافد اللي عنده الارض، ويوصلون فد مصالحه مثلا تعال نزرعها وتعال بنوس كرساله، ام سوف يؤخذ او توجد هناك بعض الافكار للتواصل في صيغة مشتركة مع بعض؟ أستاذ عمار، نحن مع تنفيذ القانون. نعم. عندما تنفذ القانون سيرجع كل هذه الملكيات إلى أصحابها الأصليين بأسمائهم. هو يعني مسؤول عن نفسه شلون يتصرف بها. نعم. هو يستغلها، يأجرها لغيره، يأجرها للكردي. نعم. يأجرها للتركماني، يأجرها للعربي. كم عدد الأراضي تقريبا؟ العدد الأراضي تقريبا ما مشمول بمحافظة كركوك تقريبا بال 300 ألف دونم ما يقارب. نعم. بس بها قرارين بخانقين واكو نعم. قرار 300,000 دونم. بس اعطينا فد خارطه من تبدي الى الخارطه. نعم. بها تقريبا 12 قريه بسرقران. نعم. 6 قرى بالدبس. نعم. ويبدي الباقي من منطقه داير مدارك، من منطقه كيوان لحد ما يمر بطوبزاوه، ويشمل مناطق داقوق اكثر. يعني هو بقرارين يشمل مناطق داقوق. اكو 9 قرى حسب قرار 824. واكو هاي القرى من ساكنها حاليا سيد محمد؟ القرى يعني اكثريتها مثلا يعني مختلط نعم. يعني صراحه. ويوصل الى لحد منطقه ليلان همينه. نعم. كلها قسم من الاراضي في قسم من نعم. اراضي ليلان. نعم. خليني اشوف دكتور جواد عنده تعقيب قبل لا اختم. الحقيقه يعني الموضوع اذا تجي الحقيقه بعد 2003 نعم. اكثر الفلاحين يعني اللي كانت اراضيهم تم مصادرتها من النظام السابق عادوا الى مثل الاخوه التركمان مثلا في بيشير او غيرها من المناطق. نعم. يعني عادوا، او عندنا مثل المناطق الاخرى اللي موجوده في الدبس او كذا. يعني مثل ما قال استاذ محمد، يعني نسبه نقدر نقول 80% رجعت هي، لكن فقط كانت تحتاج الى موافقات قانونيه، والان صدر القرار في هذا الموضوع. لكن احنا مع انه دائما يجب ان نلتزم بالحكمه وبالتأني، ويجب ان نحافظ على موضوع السلم والتآخي في محافظة كركوك، لأن إحنا في هذه المحافظة مصيرنا واحد وتاريخنا واحد مشترك. وخلي نكون شوية نصبر ونحاول أن لا يتم استغلالنا من الجهات السياسية التي لديها مصالح في الانتخابات القادمة. احنا في كركوك الحقيقة القرار صدر، صادق عليه ممثلي الشعب في البرلمان ورئيس الجمهورية، وإحنا نريد أن لا يتم استغلال كركوك من جهات سياسية لغرض الانتخابات القادمة. كركوك تتمتع بوضع أمني جيد جدا، وكذلك موضوع التعايش في هذه المدينة والعلاقات الموجودة بجميع المكونات. احنا مصيرنا واحد في كركوك إن شاء الله، وإحنا يد بيد من أجل هذه المحافظة الجميلة الكريمة التي تتمتع بطابع حضاري نعم. وثقافي كبير. نعم. رسالة أخيرة. وأيضا شفنا بعض المبادرات من العوائل الكردية مع الجيش العراقي، وهناك تواصل. رسالة منك أستاذ محمد أمين قبل لا أختم. رسالي وأملي هو أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ وتطبق حسب ما هو مضمون به، وترجع الملكيات إلى أصحابه الأصليين، وأن لا تسوف به مثل ما صارت بمنطقة داقوق. للأسف أكو حسب قرارات هيئة النزاعات الملكية أكثر من 17 ألف دون بمنطقة داقوق من الشيوخ الطالبانية، واسترجعت هذه الأراضي بأسمائهم من سنة 2007. ولكن للأسف مديرية زراعة كركوك والدوائر الزراعية والمحافظ السابق كانوا سببا في عدم إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. وما زال هذا يعني كل طلبي وكل أملي أن تنفذ القانون حسب ما هو، وأن لا تصير بها تسويف، وأن نعم. تستحق أن ترجع كل الأشخاص أن يحصلون على حقوقهم من القانون. وهذا ما نتمناه. نتمنى أيضا من القانون أن لا يهدد السلم المجتمعي في محافظة
كركوك. جزيل الشكر والتقدير. شكرا لتلبية الدعوة الدكتور جواد الجنابي عضو مجلس محافظة كركوك السابق، حياك الله وشكرا لتلبية الدعوة. الشكر موصول للسيد محمد أمين ممثل فلاحين الكرد في محافظة كركوك، شكرا لك وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، وهذه كانت الحلقة الأخيرة قبل لا يجي شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بألف خير ومسك الختام فعلا. إن شاء الله يا رب أيامكم تكون كلها خير ومسرات، وحتى لا نوجع راسكم بالسياسة والمواضيع السياسية، فبالتالي نعاود بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.